السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان. رجعنا في فيديو جديد. طبعا ما تنسوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس بساعد في انتشار الفيديو، وأهم شيء الفيديو تعمل لي شير في مواقع التواصل الاجتماعي، ده بحسن كتير من انتشار الفيديو والقناة بتاعتي تنتشر أكثر وأكثر. هنتكلم عن الانتقالات اللي حصلت الأيام دي في الانتقالات الشتوية للمريخ والهلال. المريخ حاليا سجل لاعبين محترفين برازيليين على مستوى لم نرى لهم أي شيء حتى الآن، ولم نعرف أي معلومة عنهما أين يلعبا، سواء أنهما كانوا يلعبا في الخليج والأندية في الدوريات الأوروبية مثل مالطا، الدوري المالطي مع الأندية العريقة، يعني معروفين في الأندية العريقة. فطبعا حنتكلم عن برضو عماد الصيني، حندي حقه وحنشوف شنو السر اللي خلاه يجي الهلال. ده حنجوه إن شاء الله في نهاية الحلقة، كده نختم بها حلقتنا، تكون حلقة دسمة إن شاء الله. طبعا ما تنسى لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يصلك كل جديد. أول الصفقات التي أتت للمريخ حاليا اللاعب البرازيلي صانع الألعاب ماتيوس. حاليا المريخ بيعاني في وسط الملعب وخاصة في صانع الألعاب. حتى الآن في الكرة السودانية عامة وفي المنتخب السوداني لا يوجد صانع ألعاب محترف يجيد اللعب بكل الرجلين. يعني في لعيبة سودانيين متميزين في المراكز دي، لكن الصفقة فيها بعض المشاكل. يعني اللاعب نحن لم نرى له سيرة ذاتية حتى الآن، يعني احترامنا وتقديرنا للمريخ وعلى اللعيبة والصفقات اللي بيجيبها، لكن أبو جبيل لازم يحترس من الصفقات الفاشلة. رأينا كثير من البرازيليين اللي جو الهلال وصفقاتهم فاشلة وما أثرت وما غيرت من الكرة لفريق الهلال لفريق المريخ، ما غيرت تماما وما أدت مفعولة. حتى في الهجوم، في الوسط، في الدفاع ما شفنا اللمسات اللي نحسبها برازيلية. اللي دائما بيقولوا اللاعب البرازيلي موهوب، حتى لو كان حارس مرمى بيكون موهوب. فدي ما شايفناه في الدوري بتاعنا الدوري السوداني، ما شفنا الحياة دي. دائما بيجيبوا لاعب برازيل لكن ما بتعرفوا الميزة دي ولا بيشوفوا حاجة زي دي، لأنه دي لازم أبو جبين يراعي للحاجة دي. وأي لاعب برازيلي لازم نشوف تاريخه، ما اي لاعب برازيلي، لكن اي لاعب محترف بيجي لازم تشوف تاريخه، تشوف شنو كان زمان بيعمل، شنو كان انجازاته. فحاليا اللاعب والوسط المدافع البرازيلي الاخر ده برضو لاعب وسط دفاعي، لكن اخر مرة مباراة حسب المعلومات اللي وصلتني من مصادر مريخية انه اخر مباراة كانت له قبل سنة في شهر يناير الماضي، ودخل في كاس مالطا. يعني شارك في الدقيقة 55، يعني دخل بديل، يعني وما استمر مع كثير من الأندية، دائما بيشطبوه، دائما ما أثر مع الفرق. حتى مشى العين السعودي ما تمام، ما قدم أي حاجة. يعني طوالي شطبول إدارة قالوا ما هينفع معانا، والمدرب قال ما هينفع في مشروعنا اللي قدام. طبعا هو بيلعب في أندية الدرجة، يعني ما هيلعب لك في فريق كبير عشان نعرف تاريخه ومسيرته الذاتية. فأنا بحترم أي شيء بيجي خارج السودان، أو يعني لاعب دارين نحاول نصنع منه دوري كويس، دارين اسماء كبيرة. يعني ما ضروري نجيب ليونيل ميسي، ايرلينغ هالاند، ما ضروري. احنا دارين لاعبين بمستوى كويس بيلعبوا في دورياتهم الأولى وفي الصفوف الأولى ومع منتخباتهم، حتى لو كان بديل مع المنتخب. لكن نحن حتى الآن يعني ما شايفين كرة سودانية متميزة، يعني للآن كرة تماما محبطة تماما، يعني لا احباط للكرة السودانية. لكن ده شايفينه ده الواقع اللي حاصل، يعني احنا دايرين نغير من واقعنا في الكرة السودانية وفي الانتقالات اللي حاصلة. طبعا المحترفين البرازيليين اللي وصلوا اول امس، يعني طبعا عملوا الكشوفات الطبية وتجاوزوا الحياة دي والصفقة تمت، وحتى الان كل شيء جاهز، فقط عليهم تقديمهم في الملعب. فان شاء الله نشوف منهم الحاجة بسر، لكن انا متأكد 90% الصفقة دي ما هتنجح، والصفقتين دول ما هينجحوا تماما. يعني ممكن تجيب لك لاعب وطني تدي دافع وتحسس انه شوية عنده أهمية مع المحترفين الموجودين حاليا في الساحة الكروية في السودان، في الهلال والمريخ. دائما نحن في اهلي جندي، في الاهلي مروي، الانديه المتوسطه في المراكز العشرة اللي تحت ما شايفين عندهم محترفين، حتى المدربين ما بيكونوا محترفين. فلازم ندي فرصه للانديه الكبيره غير المحترفين، نشوف مدربين اكفاء ومدربين على مستوى يكونوا سودانيين. طبعا هسه عندنا ابراهوما مع المدير الفني الموجود مع المريخ، المدرب الاجنبي، فده بدي خليط وبفهم، يعني بوريه وبساعدنا يعرف الكورة السودانية.
فدي كان خطوة كويسة من ابو جبين انه يجيب مساعد سوداني واللي هو ابراهوما اللي درب اهل الخرطوم. فما نطلع من موضوعنا ومن اطار الموضوع. طبعا انا خلاص اتخذت قراري يعني ومن وجهة نظري. فطبعا اكتب في التعليقات هل يمكن تنجح الصفقتين، صفقة البرازيليين اللي صانع الالعاب ولاعب خط وسط دفاعي، يمكن تنجح ممكن ما تنجح. فاكتب لي في التعليقات. انا شايف 90% ما حتنجح الصفقة دي وبدون منازع، والكلام ده يحتسب وبترجع عليه لو الصفقة دي نجحت او الصفقتين دي نجحت. اما الصفقة المدوية اللي جلجلت الساحة الكروية السودانية، الصفقة يعني صفقة عماد الصيني. عماد الصيني يعني اقول لك من ابناء الهلال اللي بدأ مسيرته في الهلال وترعرع من عمره 16 سنة. مين كان قدرنا كده كان بيلعب في الهلال من الزمن ذاك، ترعرع وكان من ابناء الهلال. لكن طبعا تميز مشى المريخ، فمسيرته ما كانت جيدة مع المريخ. طبعا معروف اخلاقه يعني كروته اكتر يعني زي لاعب تحسبوه لاعب عنيف في الملعب. يعني اضرب لك مثل كلاعيبه اوروبيين كاسيميرو فيدال، يعني من النوعيه من الطراز ده. فطبعا حسب الكلام الجاي من ابو جبل ومن اداره المريخ انه اللاعب حاليا ما احترم المريخ ولا قدر المريخ. وابو جبل بفمه قال في مؤتمر صحفي انه اي زول ما بيحترم المريخ برا طوالي. فحاليا مشى الهلال وبصفقة مدوية أجعلت المواقع التواصل الاجتماعي في السودان الرياضية كيف عماد الصيني يذهب إلى الهلال. فطبعا تمت الصفقة وثلاثة عوام بالكمال والتمام حيقضى مع الهلال واحتمال يواصل مسيرته لو نجح. فحتكون في ثنائية جميلة. أنا بس داري أشوف الثنائية بعدين بين صلاح عادل والصيني، حتكون ثنائية 90% حتنجح. صلاح عادل والصيني يعني أنا أقول لك خلاص زي الختموا وسط تاني تكفيل وسط. يعني أنا ممكن تاني أي مباراة لو لعب الثنائي صلاح عادل والصيني، يعني لو سمعت الإدارة كلامي ده أو كلامي ده وصل لمستشارين أعلى في الكرة السودانية وفي إدارة الهلال، يعني وصل لمرحلة كبيرة الفيديو ده وسمعوا كلامي ده، صلاح عادل والصيني دي تاني أنت أضمن الدوري السوداني، أضمن أي بطولة محلية في السودان. ويمكن يوصلوك أبعد وأبعد وأبعد مع تشكيلتك المتميزة لفلوران. فطبعا حتكون صفقة ناجحة ومشيته للهلال وتوقيعه للهلال كان أفضل قرار. يعني ما ينهي مسيرته خلاص، يعني ما احترمت المريخ خلاص امشي الهلال. فنتمنى لك التوفيق. فنحن دائما أي لاعب لازم يحترم فريقه ويحترم النادي اللي بيلعب له. دي كانت حلقة الليلة. طبعا تكلمنا عن صفقة المحترفين البرازيليين مع صفقة عماد الصيني للهلال اللي انتقل بثلاثة يعني حيلعب 3 مواسم بالكمال والتمام. فدي كانت حلقة الليلة. ما تنسى لايك واشتراك في القناة وشير الفيديو ليصل لأكبر عدد من الناس. مع السلامة.